بتبدأ قصتنا بالراوي واللي بيكون اسمه جيكوب، وبنشوف معاه المساعد بتاعه صبحي اللي بيتكلموا عن القصة الجديدة اللي بيكتبوها ولسه مش عارفين يختموها ازاي. جيكوب بيكون راوي شاطر بس مش مقتنع بالحكايات على اصلها الطبيعي لانه شايف انها مشيت بطريقة مختلفة، بس اللي كتبها قبل كده حاول يجامل ناس مكان ناس، وعلشان كده قرر يكتبها هو بطريقة مختلفة. المهم وهو قاعد يتكلم مع صبحي فجأة بيحسوا ان في حد واقف ورا الستارة، فبيكتشفوا انها تشارلوت لان مفيش الا هما التلاتة في البيت. وساعتها بنتعرف على تشارلوت البنت الصغيرة اللي بتستمتع بكل القصص اللي بيكتبها جيكوب، وبتحب كل قصة جديدة يكتبها لانها عارفة انه شاطر جدا. ومن غير ما اطول عليكم بتدخل عليهم تشارلوت وبتسأل جيكوب عن اخر قصة كتبها، فبيديلها الرواية بتاعته وبيحكي لها عنها وبيعرفها انها قصة بتتكلم عن بنت ابوها وامها ماتوا، لكن ابوها قبل ما يموت كان اتجوز واحدة تانية عندها بنتين في نفس سن بنته، ولما هو مات مراته وبناتها عملوا بنته بطريقة مش كويسة. وقتها بتبص تشارلوت على الرواية وبتشوف اسم سندريلا، ودي بقى تبقى اول قصة جيكوب كتبها معانا. ركز بقى صديقي علشان تسمع قصة سندريلا بطريقة مختلفة عن اللي كلنا متعودين عليها. بتاخدنا الاحداث ساعتها وتشارلوت بتقرأ القصة وبنروح لعالم سندريلا اللي بنشوف فيه ابوها وهو بيقابل واحدة ست علشان يعرض عليها الجواز، بس الست بتستغرب لان عنده بنت وخايفة ترفضها، لكنه بيعرفها ان هي اللي طلبت منه انه يتجوز. وفي وسط ما هو بيتكلم معاها بنشوف حد بيتصنت عليهم من ورا الباب، بس اللي بيتصنت عليهم شايل لعبة صغيرة وتقريبا دي بقى تبقى سندريلا بنته. تاني يوم بنشوف سوركو ودي بقى تبقى الست اللي ابو سندريلا عايز يتجوزها، وهي لسه واصلة للبيت مع بناتها واللي بنعرف ان اسمهم اوتارا والتانية ماكيكو. فالخدم بيقابلوهم وبينقلوا حاجتهم لاوضتهم الجديدة، وكمان بياخدوهم على اوضة السفرة علشان يقدموا لهم واجب الضيافة. ولما الخدم بيمشوا بنشوف ماكيكو واوتارا وهم مبسوطين بالبيت الجديد لان عمرهم ما شافوا بيت بالجمال ده قبل كده، وبيحسدوا نفسهم على النعمة اللي بقوا فيها ومش مصدقين لانهم مرة واحدة انتقلوا من الفقر والمرض لبيت كله خدم واكل كويس ورعاية من كل شخص موجود. وفجأة وهم بيتكلموا بتدخل عليهم سندريلا اللي كانت اصغر واحدة فيهم، لكن شكلها كان جميل جدا بالنسبة لهم ولابسة هدوم من اغلى حاجة، حتى التوكة اللي على شعرها نفسها باين انها غالية جدا، فكلهم بيخافوا منها. لكن الغريب ان سندريلا بتبقى فرحانة بيهم على عكس ما كانوا متخيلين، وبتدخل تسلم عليهم وبتناديهم باخواتها، وتقريبا كده علشان كانت هي عايشة وحيدة فكان نفسها يبقى عندها اخوات تلعب معاهم، وهو ده السبب ورا معاملتها الكويسة دي لان مش من الطبيعي ان بنت تحب مرات ابوها يعني. بيعدي الوقت وبالليل بنشوف اوتارو وماكيكو وهم قاعدين في اوضتهم وبيتكلموا مع بعض عن اللي شافوه من سندريلا الصبح واللي كانوا مستغربين من تصرفاتها، بس بينسوا كل ده وبيفتكروا الدبوس اللي على شعرها اللي كان باين عليه انه غالي وشكله حلو، وكانوا بيتمنوا انهم ياخدوه منها علشان يلبسوه هم. ووقت ما هم بيتكلموا بنشوف سندريلا وهي واقفه تتصنت عليهم من ورا الباب وبتسمعهم وهم بيتكلموا عليها ونفسهم ياخدوا الدبوس منها. تاني يوم بيقعدوا كلهم على الفطار، لكن ماكيكو واوتارو ما كانوش متعودين على الاتيكيت فبتزعق لهم مامتهم علشان ياكلوا كويس ويحترموا المكان اللي هم بقوا فيه، بس فجأة بياخدوا بالهم من سندريلا اللي بتبدأ تاكل زيهم وكمان بتشكر في الطريقة بتاعتهم وبتقول لهم ان هي ممتعة عن الطريقة اللي هي اتعودت عليها، فالكل بيستغرب من تصرفاتها. وبعد ما بيخلصوا فطار بتاخدهم سندريلا لأوضة اللبس وبتفرجهم على الهدوم بتاعت امها اللي بتبقى قديمة بس شكلها انضف من هدومهم اللي هم لسه جايبينها، فالاتنين بيتخانقوا مع بعض علشان ياخدوا فستان منهم، بس للاسف بيقطعوه وهم بيشدوه قصاد بعض. وبالليل بتكون اوتارو خارجة من اوضتها تتمشى فبتسمع الخدم وهم بيتكلموا عليها هي واختها واللي بيسخروا منهم وبيقولوا انهم عار على العيلة لانهم مهما لبسوا لبس غالي فهم لسه مش نضاف علشان اللبس ما بيغيرش غير المظهر، اما قلوبهم من جوه فلسه زي ما هي. بتتضايق اوتارو من كلامهم جدا وبتحس انها قد ايه قليله عن اللي في البيت، وفجاه بتقرر تدخل تزعق لهم لكن بتمسكها ماكيكو وبتمنعها علشان ما يحصل لهمش مشاكل. على الناحيه التانيه بنشوف سندريلا وهي قاعده في اوضتها وبتتكلم مع العروسه اللعبه بتاعتها، لكن بنتفاجئ ان العروسه بتحرك راسها عادي جدا وكانها انسانه. بس سيبك من كل ده يا صديقي، كانت سندريلا فرحانه جدا بوجود اوتارو وماكيكو. وتاني يوم بيطلع اشاعه ان الدبوس بتاع سندريلا اتسرق ومش لاقياه، فالكل بيتجمع علشان يعرف مين الحرامي وبيسالوا كل اللي في البيت، لكن سوركو بتكتشف ان ماكيكو هي اللي اخدته فبتزعق لها وبتضربها على اللي هي عملته لانها مفكره انها سرقته. فبتحاول ماكيكو تعرفها ان سندريلا هي اللي ادته لها هديه. الكل بيستغرب لما بيسمعوا الجمله دي، لكن ما بيعديش كتير وبنشوف بنت من الخدم وهي مقبوض عليها عشان لقوا معاها الدبوس، فبتحاول هي كمان تعرفهم ان هي لقيته في الجنينه، بس ماكيكو ما بتسمعش منها وبتنزل فوقها ضرب. وطبعا مش بتضربها علشان الدبوس، دي بتضربها علشان اللي سمعته منها بالليل بس ما حدش يعرف. ومقابل كده سوركو بتعاقب البنت وبتطردها بره البيت كله برغم انها عايشه هنا من قبل ما سوركو تيجي بمده طويله. بعدين بقى بنشوف اوتارو وهي بتحسد اختها ان سندريلا ادت لها الدبوس، وهم ماشيين في الطريق بيشوفوا الخدم وهم بيتكلموا عليهم، لكن اول ما بيشوفوهم بيبطلوا كلام. كل ده بيخلي ماكيكو واوتارو يشيلوا في قلبهم اكتر. وبالليل لما بيبقوا بيتعشوا واحده من الخدم بتوقع الطبق على ماكيكو
ماكيكو، وده بيخليها تتضايق وتزعق فيها وبتتهمها انهم بيتعاملوا معاهم بتعالي وانهم شايفينهم اقل منهم. لكن ابو سندريلا بيهدي الموضوع وبيسأل الخدامة لو كانت بتعمل كده فعلا، بس الخدامة على طول بتنكر. فبتقوم سندريلا وبتدي منديل لماكيكو علشان تنشف نفسها وبتطلب منها تسامح الخدامة وبترمي الذنب عندها هي. فماكيكو بتتغاظ اكتر من رد فعل سندريلا وبتبقى شايفاها باردة. بيجي الليل وبتكون ماكيكو قاعدة مع اختها في الأوضة وبيبقوا حاسين ان في حاجة مش مظبوطة في البيت، حتى بيشكوا في سندريلا انها عايزة تبينهم بشكل وحش قدام الكل لانهم طول الوقت في صراع مش عارفين يخرجوا منه. وفي وقت ما هما بيتكلموا بيسمعوا صوت حد واقف ورا الباب، فبيخرجوا بسرعة يشوفوا مين وبيتفاجئوا بسندريلا واقفة قدامهم وبتتصنت عليهم، وطبعا بيزعقوا لها على اللي هي بتعمله وبيواجهوها باللي هي عملته طول اليوم. لكن سندريلا بتخاف منهم وبتطلع تجري وما بيعديش كتير وبتصرخ، فبيطلعوا يجروا وراها وبيتفاجئوا انها واقعة على السلم مصابة وغالبا اتزحلقت. فالخادم بيجري علشان ينقذها بسرعة، لكن سندريلا بيكون مغمى عليها. بعد شوية بيعرف ابوها باللي حصل وبيقرر يعاقب اللي كان السبب، وبيسمع من الخادم الشهادة بتاعته واللي بيرمي اللوم كله على ماكيكو واوتارو وانهم زقوها وضربوها. ولما حصل كده جرى علشان يلحقها لكنها وقعت واتصابت. فبيقرر ابو سندريلا انه يعاقبهم وبيعرفهم انه مستحملهم طول الوقت، لكن اللي يأذي بنته مش هيسامحه ابدا. وقبل ما يحكم عليهم فجأة بتظهر سندريلا وبتفتح الباب وبتمنع ابوها انه يعاقبهم وبتطلب منه انه يسامحهم وبترمي اللوم على نفسها وبتقول له احنا كنا بنتخانق كاخوات عادي، بس فجأة وقعت من على السلم وما حسيتش بنفسي. وطبعا بيبقى باين ان سندريلا بتكذب لان مش ده اللي حصل، بس غالبا كده عاوزة تبين اوتارو وماكيكو شكلهم وحش قدام الكل. فعلا بيتأثر ابوها بيها وانها طيبة بالشكل ده وبيحس انها تبقى غلبانة في وسط بنات سكورتو وبيقرر يسامحهم علشان خاطرها. ومن اليوم ده بتقرر سندريلا انها تخدم اخواتها بنفسها، حتى بتقدم لهم هدايا كتير من بتوعها ومن بتوع امها. وفي ليلة بيكون الخدم قاعدين يتكلموا على اوتارو وماكيكو وبيبقوا زعلانين منهم جدا علشان بيعاملوهم وحش وبيشتموهم وبيقولوا عليهم انهم قليلين. لكن المفاجأة ان ماكيكو كانت واقفة وسمعاهم وهم بيتكلموا، فدخلت تزعق معاهم على اللي هم بيقولوه ولسه هتعاقبهم. بتظهر سندريلا من وراها وبتترجاها تسامحهم وبترمي اللوم برضو على نفسها. بس المفاجأة الأكبر بقى إن أبو سندريلا بيدخل عليهم وبيشوف بنته وهي بتترجى ماكيكو، وقتها بيتضايق منهم جدا وبيحس إنه عمل غلط يوم ما جابهم لبيته، وبيقول لنفسه إنه خلاص فاض بيه وعاوز يمشيهم من البيت. بس تاني يوم بيجيله سفر وبيقرر لما يرجع هيبقى يحل الموضوع بنفسه. فبتستغل اوتارو وماكيكو إن هو مش موجود وبيتكلموا مع أمهم وبيحاولوا يعرفوها كل اللي سندريلا بتعمله علشان تخليهم يمشوا من البيت. لكن أمهم بتبقى مش مصدقاهم لأنها مش شايفة من سندريلا غير كل حلو، وده بيخلي اوتارو وماكيكو يتغاظوا اكتر. ولما بيمشوا بتيجي سندريلا وبتتكلم مع سكورتو. المشكله بقى انها بتناديها بامها وده بيخلي سكورتو تتفاجئ من طريقتها لانها المفروض ما تناديهاش بكده. وكمان سندريلا بتعاملها كويس قوي. بيعدي كام يوم وبيموت ابو سندريلا في حادثه والكل بيكون حزين جدا على موته، لكن سندريلا بتبقى قاعده في اوضتها تلبس وتتشيك ولا كأن في حاجه، حتى بتتكلم مع اللعبه بتاعتها واللي بنكتشف انها بتتكلم عادي زيها. وبعد ما بتلبس بتخرج تروح لاخواتها، فبيستغربوا انها لابسه وحاطه مكياج ولابسه هدوم كلها الوان برغم ان ابوها هو اللي لسه ميت. لكن سندريلا ما بيكونش في دماغها وبتعرفهم انها حست دلوقتي براحه لانها هتعيش معاهم بحريه، وبتسخر من نفسها خدامه تحتهم طول العمر. ومن اليوم ده بتبدا سندريلا تطبخ لهم بنفسها، حتى بقت بتهتم بكل صغيره وكبيره ليهم. وفي يوم بتتعب سكورتو وبيجي لها حمى، فبتروح تقعد جنبها علشان تطمن عليها. ولما بتخرج بتروح تقدم الاكل لاوتارو وماكيكو، فبيسالوها عن امهم. تخيل صديقه تبقى امهم وبيسالوا بنت جوزها عليها، لكن سندريلا بتطمنهم وبتقول لهم انها خايفه تخرج علشان محدش ياخد منها الدور. كل الخدم اللي في البيت بيستغربوا من تصرفات سندريلا وبيشكوا ان اوتارو وماكيكو ماسكين عليها زله، لكن في منهم اللي بيدافع عن سندريلا وبيقول انها طيبه وقلبها نضيف على عكس اللي هم بيعملوه فيها. اما سندريلا فكانت مهتمه بسكورتو جدا، حتى كانت بتعالجها في وقت ما كان بناتها بيخرجوا ويسيبوها. لكن سكورتو ما كانش عاجبها الدواء لانه مر، فبتعرفها سندريلا ان العلاج المر كله بركه ويخليها تخف بسرعه. بس الغريب ان سكورتو بقت بتتعب كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله. بتبدا بقى سندريلا تزعق مع اوتارو وماكيكو علشان امهم. وفي يوم بتيجي دعوه للبنات اللي في البيت من اللورد فيكون، وده منصب كبير جدا في الدوله، وبيكون عامل حفله على شرف ابنه الطيار، وتقريبا كده بيكون عاوز ينقله عروسه. فبتقرر سندريلا تبعت اوتارو وماكيكو وتفضل هي مع سكورتو، لكن سكورتو بتستغرب ان هي مش هتروح الحفله برغم انها بنت برضه. فبتفهمها سندريلا انها عاوزه تهتم بيها، وبتروح تساعد اوتارو وماكيكو كمان وتخيط لهم هدومهم الجديده ويروحوا بيها، وبتديهم من المجوهرات بتاع امها اللي ماتت. فالخدم بيستغربوا لان المجوهرات دي غاليه جدا، لكن سندريلا بتسامح فيهم عادي. المهم ان اخواتها يروحوا للحفله ويكون شكلهم كويس، وكمان بتودعهم وبتخلي العربيه بتاعتها توديهم، وبتفضل هي في البيت مع سكورتو. بيوصل البنات للحفله وبيبقوا مستغربين من تصرفات سندريلا، لكنهم اول ما بيوصلوا بينبهروا بشكل المكان، وخاصه انهم اول مره يحضروا حفله بالجمال ده. بس اوتارو وهي ماشيه في القصر بتخبط في شاب بالغلط، فالحلق
بتاعها بيقع على الارض، وطبعا الشاب بينزل يساعدها ويجيبه لها، فبتبدا اوتارو تعجب بيه، ولما بيعزمها تشرب معاه بتوافق على طول، بس علشان محرومه من الكلام ده بتشرب على اخرها، لدرجه ان الشاب نفسه بياخد باله منها واللي بيكون اسمه دانيال. ولما بتحاول ميكيكو تلفت انتباهها ما بترضاش تبطل، وبتقول لها ان الحفله جميله وهم مش كل يوم هيحضروا حفله بالشكل ده، لحد ما بتسكر اوتارو جامد وما بتحسش باللي بتعمله. في الوقت ده بتوصل سندريلا للحفله وبيبقى شكلها جميل جدا لدرجه ان كل الموجودين بيتكلموا عن جمالها، فلما اوتارو وميكيكو بيشوفوها بيبقوا متغاظين منها جامد، وعلشان اوتارو مش حاسه باللي بتقوله بتتخانق معاها وكانت هتضربها بالقلم، لولا دانيال بيحوش ايديها وبيعرض على سندريلا ترقص معاه. على طول سندريلا بتوافقه، وهي بترقص بقى بياخدنا المشهد بين البيت والحفله، وبنعرف ان سكورتو ماتت في البيت على ايد سندريلا، بس محدش لسه اكتشف الموضوع. ولما الحفله بتخلص بتبقى سندريلا عاوزه تمشي بسرعه، وبتعمل حجه ان اخواتها هيتضايقوا منها، فبيستغرب دانيال انها بتحترم اخواتها وبتحبهم برغم انهم بيعاملوها وحش، لكنها برضه بتسيبه وبتمشي. فبيقع منها الدبوس بتاعها وبيشوفوا دانيال، فبيقرر يروح يرجعه لها. تاني يوم بيكتشف اوتارو وماكيكو ان امهم ماتت، وبيرمي اللوم كله على سندريلا لانها هي اللي كانت معاها بتراعيها، لكن الخدم بيفكروهم انها كانت تعبانه من فتره واكيد التعب ده زاد وماتت بسببه، وبيشيلوا اللوم من على سندريلا خالص. بتعدي الايام وبتكون ماكيكو هي اللي استلمت البيت بعد موت امها بصفتها الاخت الكبيره، لكن سندريلا كانت لسه بتعامل اخواتها كويس وحتى بتخدمهم بنفسها وبتقدم لهم كل حاجه محتاجينها، وده بيخلي الخدم مستغربين منها اكتر. المهم بيوصل اللورد دانيال للبيت وبيتكلموا مع ميكيكو عن سندريلا، لكن ميكيكو بترفض تخليه يقابلها بصفتها اختها الكبيره وهو مالوش حق يتدخل ما بينهم، فهو غصب عنه بيسمع كلامها لانه ما بيقدرش يتحداها. وفجاه بيسمع صوت سندريلا وهي بتصرخ بره، واللي بتطلع اوتارو بتضرب فيها، فبيطلع جري بسرعه علشان ينقذها، وبيشوف المنظر قدامه، وهنا بقى بيقرر يتدخل ويطرد ماكيكو واوتارو من البيت، وبيعرفهم ان هم مالهمش حق لان سندريلا صاحبه كل حاجه، وعلى طول بيخلي الحرس بتوعه يرموهم قدام البيت. بتفضل اوتارو تخبط على الباب علشان تدخل، لكن ماكيكو بتعيط وبتعرفها انهم اخيرا دقوا الحريه اللي كانوا بيحلموا بيها، ومهما حصل مش عاوزه ترجع للبيت ده تاني. اما دانيال فبيتجوز سندريلا وبيعيشوا في البيت، وفي ليله جوازهم بنشوف سندريلا وهي قاعده تتكلم مع العروسه بتاعتها، وبنكتشف ان هي كانت مخططه لكل ده اصلا من البدايه علشان تتجوز من دانيال، لانها ما كانتش هتعرف تقنعه بيها لولاهم. ولما بيقوم دانيال على صوتها ما بترضاش تقول له على حاجه، وبتوعده انهم هيبقوا اسعد زوجين في العالم، فبيتوه دانيال بكلامها وبجمالها، وطبعا لانها بالنسبه له الملاك البريء وما يعرفش انه وقع في فخها من البدايه، وان كل ده كان سر بينها وبين نفسها. بنرجع تاني للحاضر وبنشوف تشارلوت وهي بتطلب من جيكوب يديها قصه جديده علشان تقراها، واللي بتبقى معجبه بقصه معينه هو كتبها، بس القصه بتكون رعب شويه، وبرغم كده هي بتبقى عاوزه تستمتع بيها. ومن هنا بقى ننتقل من تاني لزمن القصه الجديده، واللي بنشوف فيها بنت وهي رايحه الحانه، فبيطلب الحارس منها التذكره بتاعتها، فبتوطي وبتوري له عينيها وكانها عملت سحر ليه علشان يخليها تعدي. المهم بتدخل تقابل شاب مستنيها جوه، وبتبقى مبهوره بالحفله او بالطلب زي ما بتتمنى لان مفيش خدم ولا حاجه، وبرغم كده كل اللي بيطلبوه بيلاقوه قدامهم على الترابيزه. المهم بيقدم لها الشاب هديه، فبتطلب منه انهم يروحوا لمكان تاني، وفجاه كل اللي بتطلبه بتلاقيه، وبيتحول المكان لفندق، فبياخدها الشاب الاوضه علشان يباتوا فيها، وفجاه بيبدا ياكل منها وبيطلع سكينه ويقطع فيها، حتى بيطلع قلبها من مكانه، فجسمه كله بيتملي دم. الغريب بقى انه بيبقى مستمتع بالمنظر ده، لكن الشاب بيبدا يعرفنا بقى ايه اللي بيحصل بالظبط، وبنعرف انهم عايشين في عالم افتراضي حاجه كده شبه الكمبيوتر، بنظره من عينيهم بيتخيلوا فيها اللي هم عاوزينه، فبيلاقوه قدامهم. وبتاخدنا الاحداث لبنته وهي بتحكي عن اللي الشركه بتاعتها بتعمله، وانهم بيصمموا مواقع يقدروا يعيشوا جوه الخيال بتاعهم، يعني ما يحتاجوش لجسم ولا شعور، غير انهم بيحطوا نفسهم جوه جهاز بيتمنوا فيه اللي هم عاوزين يشوفوه، فبيلاقوه على طول قدامهم. بعدين بنرجع تاني للشاب ده وبنشوفه وهو بيشيل الدم من على جسمه، وتاني يوم بنكتشف انه صاحب الشركه اللي بتتحكم في كل حاجه على الكوكب، وحتى لما السكرتيره بتروح تعرفه ان في واحد صاحبه مستنيه بيبقى مش قابل شكلها، فبيطلب انها تتغير لشكل تاني، وبيفضل يغير في شكلها لحد ما بنعرف انها راجل آلي، وهو بيتحكم في كل حاجه فيه من خلال عينه. المهم بيروح الشاب يقابل صاحبه اللي بيقول انهم اسسوا نادي ليهم وسموه نادي الذئاب علشان يقدروا يتحكموا في الاشخاص وهم على طبيعتهم، واللي هيغير شكله بيخسر العضويه بتاعته في النادي. لكن الشاب ما كانش في دماغه الموضوع ده، وبيفتكر البنت اللي قطعها بالليل، وكان مستمتع جدا وهو بياكل منها، احساس صعب بس غريب وممتع بالنسبه له. وبالليل بيخرج يقابل صاحبه براون من تاني، وفي وسط كلامهم بنعرف ان الشاب مهووس بالعالم الافتراضي ونفسه يقتل بجد، علشان كده مصمم الراجل الآلي بتاعه على اي هيئه يتمناها، وده ما كانش عاجب براون، وبيعرض عليه انه ينضم للنادي بتاعه علشان يغير من طبعه. تاني يوم بيروح الشاب لمنطقه مقطوعه، وهناك بيقابل واحد كان هيضربه، بس فجاه بتظهر واحده اسمها سيلينا، والولد ده بيطلع ابنها. بنعرف من كلامهم انها بتبيع قطرات للعين اللي بتخلي الانسان يشوف اللي يتمناه بالشكل اللي عاوزه، فبيطلب الشاب منها انها تساعده،
فبتاخده على طول معاها للبيت، وهناك بتفرجوا على حاجات عمره ما شافها، فبيفكر انها حاجات من العالم الافتراضي هي صممتها بنفسها علشان توهم بيها اللي يزوروها. المهم بيطلب منها انه يقتل بنت بجد لانه زهق من قتل البنات اللي في العالم الافتراضي، وبيخصص بنت معينه في نادي الذئاب. فبتوافق سيلينا انها تساعده وتجيبها له، لكنها بتعرفه ان ملهاش ذنب في اللي هيواجهه، وحتى لو حصل له حاجه فهي مش مسؤوله. بيوافق الشاب برغم انه مش عارف ايه اللي ممكن يشوفه، وبالليل بتقعد سيلينا تنقله البنت اللي هو طلبها، واللي بنعرف ان اسمها سكارليت. تاني يوم بنشوف الشاب وهو في اجتماع، لكنه بيبقى زهقان ومستني سيلينا ترد عليه بفارغ الصبر. واول ما الراجل الآلي بيجيب له الرساله من سيلينا بيخفي كل الناس اللي كانوا معاه، وبيفرح جدا انه خلاص هيقتل البنت بجد. وبالليل بيروح للمكان اللي مكتوب في الرساله، فبيلاقيه عباره عن منطقه مقطوعه، لكن سيلينا بتديله التعليمات وبتعرفه ان هيقابل هناك حاجات كتير، فلازم يكون مجهز نفسه. في نفس الوقت كانت سكارليت في حفله، وفي شاب بيضايقها وماشي وراها، ولما حاول يمد ايده عليها فجاه ظهر له غراي ودافع عنها. بعد ما بيخلصوا الخناقه بتاخده سكارليت معاها، فبيلاقيها بتنزف وبيديلها منديل. وقتها سكارليت بتضحك عليه وبتعرفه ان مفيش راجل في المنطقه بتاعتهم بيشيل مناديل، وده دليل انه غريب عن المنطقه، وبتطلب منه انه يمشي قبل ما حد يكشفه، لكن غراي ما بيرضاش وبيفضل ماشي وراها لحد البيت. فبتضطر انها تعزمه يشرب معاها في شقتها، ولما بيطلع معاها بتعزمه على مشروب بيبقى اول مره يدوق حاجه زي كده. فبتعرفه سكارليت ان كل حاجه هنا حقيقيه مش مصطنعه. وقتها بيطلب منها تحكي له عن نفسها لانه عاوز يسمع من انسان حقيقي مش زي اللي هو متعود عليه في العالم بتاعه، وبيبقى نفسه يعيش زي البني ادمين الطبيعيين في عالم مليان بالذكاء الاصطناعي. وفي وسط كلامهم بتوع العين بتاعته على الارض، فما بيرضاش يوطي يجيبها علشان سكارليت ما تاخدش بالها، بس فجاه بتدوس عليها وبيغمى عليه. ولما بيفوق بيلاقي نفسه في اوضه عمليات ومربوط في السرير، وبنشوف سكارليت وهي قاعده فوقه وعماله تشرح فيه، والاول مره بيبدا يحس بالالم الطبيعي. وهنا بقى بتصدمه سكارليت لما بتقول انها كانت مراقباه من البدايه من غير ما هو ياخد باله، وهو كان فاكر ان هو بيطاردها، لكن في الحقيقه بقى هي اللي كانت مطارداه. حتى لما الشاب ضربها ونزف الدم فكانت خطه من عندها علشان تجذبه ليها، وفعلا دلوقتي وقع في الفخ وبقى تحت سيطرتها. بتكمل تشريح في جسمه لحد ما بيموت. وفي النهايه بنشوف سكارليت وهي بتتفق مع سيلينا على قتل حد، وبيطلعوا اصلا كانوا متفقين مع بعض من البدايه انهم يوقعوا غراي في الفخ علشان يخلصوا منه، بدل ما يسيطر هو على العالم كله بالواقع الافتراضي بتاعه، وساعتها محدش هيعرف يحس بالمتعه الحقيقيه اللي اتخلق علشانها. بنرجع احنا تاني لتشارلت وهي بتلعب في الجنينه، وبيشوفها جيكوب وبينادي عليها علشان تلعب قريب منه. فبيوصل صبحي وبيعرفوا انها برغم قربها منهم في السن الا ان جواها لسه طفله صغيره. فبيعرفوا جيكوب انها مهما كبرت فهي بنت صغيره لسه، وبيفكر انه يديها قصه عن الاخوات علشان تتعلم منها حاجه تفيدها. وساعتها بقى بننتقل احنا معاهم لعالم القصه بتاعتهم علشان نشوف قصه جديده عن طفلين اسمهم هانز وغريتل. بيحكي هانز انهم يعتبر عايشين في سجن، وابوهم مهتم دايما بالشغل، وامهم مهتمه بالغسيل والمطبخ، ولو في مره حد فيهم غلط فبيتعاقب وبيدخل للسجن. وبرغم انهم اطفال الا انهم مش حاسين بعمرهم اللي بيضيع منهم خلاص، وكل اللي حواليهم مش مقدرين سنهم. بننتقل بعدها لهانز وهو نايم وسط اطفال كتير، وبنكتشف انه عايش في مكان شبه دار ايتام، وكل الاطفال اللي معاه عايشين حياه صعبه جدا وما بيقدروش يخالفوا اي امر. وفي يوم بيدخل الاب عليهم علشان يصحيهم للفطار، فالكل بيقوم من غير كلمه، وبعدها بتبدا الحصه بتاعتهم، واللي بيكون الاب هو اللي بيديها لهم. بعد ما بيخلصوا بيطلعوا على الملعب، وبتكون الام هي اللي بتراقبهم. وساعتها بنلاحظ ان الاطفال برغم ان هم لسه صغيرين الا انهم عايشين حياه عسكريه. وبالليل بيقرر هانز وغريتل انهم يلعبوا في الطرقه، فلما الاب والام بيشوفوهم بيزعقوا لهم، فبيرمي هانز اللوم على اخته وبيقول لهم ان هي اللي طلبت منه انهم يعملوا كده. لكن الاب والام بيبداوا يعدوا له كل الجرائم اللي عملها قبل كده، وبيعرفوا ان هو السبب في كل المشاكل، وبيرموا اللوم عليه هو. وعلشان عاقبوهم قبل كده 42 مره وانهم يناموا في السجن، فواضح ان العقاب ما اثرش فيهم، وعلشان كده بيقرروا انهم يخلوهم يناموا في الغابه وسط الوحوش، وبيروحوا يدوهم التعليمات بتاعتهم، واللي بنعرف انهم ممنوع يدخلوا للحوش بتاع البيت لحد الصبح، وحتى ما ينفعش يقربوا منه حتى لو حصل لهم حاجه. لكن هانز بيبقى خايف من الغابه والوحوش اللي فيها، فبيسالهم يعمل ايه لو وحش هجم عليهم، فبيفكروه باللي علموه له وهو صغير وانه لازم يطبقه. فبتشدوا غريتل قبل ما يتعاقبوا عقاب اكبر، وبيمشوا في الغابه، وهم ماشيين في الطريق بيبقوا خايفين انهم يناموا على الارض لانهم مش عارفين ايه اللي ممكن يهجم عليهم. لكن هانز بيقول لاخته ان في بيت صغير قريب منهم، فبتستغرب غريتل وبتساله عارف منين. بينكر ان حد قال له، وبيقول لها انه شافه من فتره. فبيفضلوا ماشيين لحد ما بيلاقوه، واول ما بيدخلوا بيتفاجئوا بكميه الاكل اللي جواه، فبيشكوا ان الاب والام هم اللي بنوا للاطفال اللي ممكن يدخلوا للغابه علشان يستخبوا فيها. بس فجاه بتظهر من وراهم ست غريبه كانوا اول مره يشوفوها، فبيفكروها تبع ابوهم وامهم، وبيعتذروا لها انهم دخلوا من غير استئذان، لكن لاول مره حد يعملهم كويس. الست بتستقبلهم وبتعرفهم انهم ممكن يباتوا عندها الوقت اللي عاوزينه، وكمان بتجيب لهم حاجات كانوا محرومين منها في الدار. بيستغربوا هما الاتنين من المعامله الكويسه دي، وبيقعدوا يستنوها لحد ما بترجع. وبعد شويه بتكون جايبه لهم كاكاو اللي اول مره يشوفوه او يشربوه
في حياتهم، وطبعا لازم ينبهروا بيه. بس في وسط كلامهم بنشوف قبعة من بتوع الساحرات على الكرسي، وهنا بنعرف ان الست دي ساحرة، لكن لحد دلوقتي هم ما يعرفوش حقيقتها ايه، وبيفضلوا يتكلموا معاها وهم مبسوطين. فالست بتفضل تقول لهم على طريقة يهربوا بيها من البيت كل مرة يبقوا عاوزين يقابلوها فيه. لما بيبصوا عليها بيلاقوها اختفت. تاني يوم بيرجعوا على الدار وهم مش مصدقين هم كانوا بيحلموا ولا دي حقيقة اصلا، لكن الحلويات اللي اخدوها من البيت خلتهم مصدقين انهم كانوا في واقع، وبيقرروا انهم يهربوا من الدار تاني علشان يتعاقبوا ويروحوا للغابة. تاني يوم بيستنوا زمايلهم علشان يلعبوا بالكورة، واول ما الكورة بتطلع بره حدود البيت بيطلع هانز يجري وراها، فبتطلب منه الام انه يستنى، لكنه ما بيسمعش كلامها وبيجري ورا الكورة برضه لحد ما بيتفاجئ بالكورة وهي بتخبط في سور وهو مش شايفه. فبيفتكر كلام الساحرة ان دي نهاية حدود العالم، وبيسأل الام لو كانت هتعاقبه تاني، لكن الام كانت خايفة انه يكون شاف السور المخفي، وعلشان كده بالليل بتقرر تعاقبه هو وغريتل تاني وتبعته على الغابة، وهم ما بيصدقوا. بيروحوا لبيت الساحرة مرة تانية وهناك بيحكوا لها عن اللي شافوه، فبتطلب منهم انهم يحققوا لها امنية معينة وهي هتساعدهم وتشرح لهم عن السور ده، وبتديهم حلويات كتير علشان يفرحوا بيها، وبتطلب منهم انهم يدوروا في الدار على اي حاجة مش طبيعية ويرجعوا يحكوا لها عليها، فبيضطروا انهم يوافقوا علشان يعرفوا ايه اللي ورا السور. وتاني يوم لما بيبقوا راجعين للدار بيلاقوا الاب والام مستنيينهم، وبيبقوا فرحانين انهم بقوا اشطر من الاول، لكنهم بيسالوا لو شافوا حاجة غريبة في الغابة، بس طبعا هانز بينكر البيت والساحرة، وبيبقى مخبي كمان الحلويات ورا ظهره علشان ما يشوفوهاش، فبيضطر الاب والام انهم يصدقوهم وبيرجعوا على الدار. ومن اللحظة دي بيبدا الاب والام يراقبوهم طول الوقت لانهم حاسين ان في حاجة غلط. حتى في مرة بيسمعهم الاب وهو معدي بيتكلموا عن الغابة، لكنه بيطلب منهم يرجعوا للفصل علشان الدرس الجديد. اما الام فكانت بتراقبهم من بعيد لبعيد وحاسه انهم مخبيين حاجة عن اللي شافوه في الغابة، بس هانز وغريتل كانوا عاوزين الموضوع يفضل سر علشان يفضلوا يتنعموا بالحاجات اللي عند الساحرة. وبالليل بيقرر هانز انه يطلع يعمل زي ما الساحرة طلبت منه، بس وهو خارج بيتفاجئ بغريتل وهي مستنياه وبتقول له انها عارفاه وكانت حاسه انه هيعمل كده، علشان كده وقفت مستنياه طول الليل. فبياخدها هانز معاه وبيستخدموا الحلويات اللي الساحرة اديتها لهم وبيفتح بيها بوابة. البوابة دي بتنقلهم لعالم تاني خالص غير اللي كانوا متعودين عليه، فبيشكوا انهم راحوا للعالم اللي ورا السور المخفي لكنهم مش متأكدين هيشوفوا ايه، وبيقرروا يدوروا في العالم ده علشان يعرفوا السر وراه. فبيدخلوا الاوض كتير جدا ومن ضمنهم اوضه بيبقى فيها شاشات كبيره بيلاقوا عليها صور الاطفال اللي اختفوا في الدار، بس بيحسوا ان في حد جاي عليهم. ومره واحده بتدخل الام وبتكشفهم، وهنا بيخافوا وبيطلعوا يجروا يهربوا منها، لكنها بتجري وراهم لحد ما مره واحده باب بيقفل عليهم، وبنكتشف ان الام عباره عن راجل آلي، والباب لما قفل عليها عطلها. اما هانز وغريتل فكملوا طريقهم عادي لحد ما اتفاجئوا انهم في الفضاء الخارجي ومش عارفين هم كده في الواقع ولا بيحلموا، لحد ما المكان بيضلم فجاه وبيلاقوا نفسهم في الممر بتاع الغابه. وقتها بيقرروا يروحوا يحكوا للساحره عن اللي شافوه، فبتنصحهم ان هم ما يقولوش لحد اللي حصل وينسوا كل حاجه علشان يقدروا يكملوا حياتهم. لكن هانز ما بيسكتش وبيطلب منها تحكي له عن العالم الخارجي، فبتبدا الساحره تحكي له عن قصه عن جدوده زمان واللي كانوا جايين من كوكب بيسموه الكوكب الازرق، بس ما كانش ينفع حد يسكن فيه لانه مليان تلج. المهم بتعرفوا الساحره انهم بيجهزوا الاطفال علشان لما يكبروا ينقلوهم للكوكب ده ويبقوا جاهزين يعمروا الكوكب، لان مفيش حد فيهم هيقدر يعيش هناك، وبسبب الموضوع ده نزلوا على الارض علشان يعرفوا يعيشوا. ولما الامور بتستقر بيبعتوهم لهناك، فبيقرر هانز انه يسافر للكوكب الازرق علشان يكتشف السر اللي وراه. فبتاخده الساحره وبتوري له مركب فضائيه بتعرفوا ان دي هي اللي هتنقله. فلما هانز بيفتحها ما بيلاقيش غير مكان واحد بس، فبيستغرب لانهم اتنين، لكن لما بيبص على غريتل بيكتشف ان هي شخص وهمي، وبنعرف ان غريتل مجرد صوره في خياله هو بيحلم بيها وبيتمناها. حتى لما كان بيتعاقب كانت بتبقى معاه برغم انها ما عملتش حاجه، فبيبدا يحس ان هو وحيد في الدنيا ومش هيقدر يكمل من غيرها. لكن غريتل اللي بقت شخصيه وهميه بتعرفه انها هتفضل جواه وهتساعده وتدله على الطريق طول ما هو بيفكر فيها، وبتطمنه انها تفضل جنبه وبتخليه يركب المركب علشان يسافر. بيسافر هانز للكوكب الازرق وبنكتشف انهم عايشين جوه سفينه فضائيه، وكل اللي كانوا بيعملوه مجرد وهم وحاجه زي تدريب كده علشان يبقوا جاهزين للسفر. بعدين بنرجع للساحره وهي ماشيه في الطرقه، وبنشوف الام وهي مغمى عليها والساحره بتشكرها انها ساعدتها، وبتبدا تدور على الطفل اللي بعده علشان ترجعه للكوكب هو كمان. اما هانز فبيكون وصل للكوكب خلاص، وهناك بيتفاجئ بكل الاطفال اللي كانوا اختفوا بيطلعوا موجودين وانتقلوا من قبله للكوكب علشان يعرفوا يعيشوا، بس الحياه بتبقى غريبه بالنسبه له لانه اول مره يشوف العالم ده، فبيقرر يروح معاهم للبيت علشان يستكشف العالم. وهناك بيلاقي نفس الكوخ اللي شافه في الغابه، واول ما بيدخل بيتكرر معاه نفس المشهد لما دخل الكوخ برضه لها حلويات كتير، وبيشوف الساحره من تاني، بس الفرق انهم دلوقتي على الارض مش في سفينه فضائيه. بتنتهي القصه يا صديقي، وبنرجع تاني لتشارلوت وهي قاعده تاكل مع اخواتها، فبيطلب منها جيكوب انها تحسن من طريقتها، لكن صبحي بيسالها لو كان نفسها تشوف اقزام، فبتفرح تشارلوت وبتقول انها عاوزه يبقى عندها اقزام يساعدوها في الاكل، وبتبدا تسرح بخيالها وهي بتفكر فيهم. ومن هنا بقى بنبدا
نبدأ قصة جديدة. بننتقل وقتها لشاب اسمه دون، واللي بنعرفه عنه انه روائي وبيكتب قصص وما بيخرجش من البيت ابدا، بس بيبقى في ناس جايين يأجروا البيت بتاعه ومستغربين ان هو لسه لحد دلوقتي قاعد جوه، وفجأة بيطلع ويمشي. لكن الحارس بيقلق لانه اول مرة يشوفه في الشارع من فترة. بيبقى دون ماشي وهو مكتئب لانه حاسس ان الناس بيعتبروه غريب، وهو اصلا مش متعود يتعامل مع الناس. وهنا بقى بيبدأ يحكي لنا قصته لما كان عايش طبيعي جدا وبيخرج وبيتعامل مع الناس، بس كانوا شايفينه غريب في وسطهم، لكنه كان شايفهم عبارة عن شخصيات في القصص اللي بيكتبها. وبيقرر ينسى كل ده وبيروح لحانة علشان يشرب يمكن ينسى اللي مر بيه. لكن وهو قاعد بيجي واحد ويتكلم معاه وبيحس انه فعلا مكتئب، فبيقرر يعزمه على مشروب، وساعتها بياخد عليه وبيبدأ يغلط فيه بالراحة وبيتهمه انه هيتحول لمتحرش في المستقبل. لكن الكلام ده ما بيعجبش دون وبيشتمه، فالراجل بيقع على الارض وبيغمى عليه. وقتها صاحب الحانة بيطرد دون بره، فبيحاول دون يفهمه انه مش هو اللي غلطان، لكن الراجل ما بيصدقوش. بعدين بيروح دون يقعد لوحده في الجنينة، وهناك بيفتكر كل الكلام اللي قاله وبيحس انه عمل حاجة غلط لانه ما كانش ينفع يشتم الراجل. وبيقول له انه شبهه بس كان شايف نفسه مميز عن الناس لمجرد انه مؤلف، وعلشان كده بيقطع الرواية بتاعته وبيرميها على الارض. فبتشوفه بنته وبتمسك الرواية وتقرأها وبتعرف انه بيحكي كل حاجة بيمر بيها في حياته. فبيطلب منها دون انها ترجع له الرواية بتاعته وما تكملش قراءة، لكن البنت بترفض وبتكمل. ومن خلال الرواية بتاعته بتبدأ تصف شخصيته، لكنه ما بيعجبوش الوصف بتاعها وبيزعق لها. فبتعرفه ان الكلمات بتاعته في الرواية محتاجة تتحسن لانه مش عارف يربط الكلام ببعضه، وده بيدل على انه ما بيعرفش يتعامل مع الناس علشان مش متخيل ردهم هيبقى عامل ازاي. فبيشتمها دون وبيطلب منها ترجع له الرواية، فبتحس انه بيهددها وما بترتاحش لكلامه، فبتديله الرواية بتاعته وبتمشي. بيرجع دون على البيت ومن كتر الشرب اللي شربه بيكون تعبان، وهو خارج من الحمام بيشوف الرواية بتاعته فبيقعد يقراها من تاني وبيفتكر كلام البنت، وبيحس فعلا ان كلامها اللي قالته كان صح، وبيقرر يعدل من كلامه وبيبعتها تاني للمجلة عشان تنشرها يمكن يعرف يكسب من وراها فلوس يقدر يعيش بيها. بتعدي الايام ومفيش اي رد من المجلة خالص، لدرجة انه فقد الثقة خلاص انها تتنشر. وكل يوم كان بيمر بظروف اسوأ وبيفكر ازاي هيقدر يسدد فلوس الايجار والاكل والشرب بتوعه. بنعرف ساعتها انه كان بيحكي عن العالم بتاعه قبل ما صاحب البيت يأجر المكان لناس تانية، ودي كانت اخر ليلة يبات فيها في البيت. فبيروح يقابل صاحب المجلة علشان يسأله عن الرواية بتاعته، فالراجل بيكون مبهور لأول مرة بالرواية بتاعته وبيطلب منه ينشرها في المجلة، لكن دوم بيطلب منه انه ياخد اجر عليها علشان يعرف يعيش منه. فالراجل بيوافق على طول وبيقول له انه هيكلم صاحب الجريدة علشان يدفع له الاجر اللي يناسبه، وبيطلب منه يجهز له كام رواية تانية علشان ينشرها. بيحس دون انه مش سامع اي حاجة، وكان بيتكلم مع الراجل من تحت المية وفي حاجة في عينه مدارية كل حاجة حواليه عاملة زي الشبورة بالظبط. بيرجع للبيت وهو مش عارف يعمل ايه. بتتنشر الرواية بتاعته في المجلة وفي ناس كتير بيقرأوها، ومقابل كده بيقابله معجبين كتير، حتى في ست غنية بتروح له للبيت وبتديله شيك بمبلغ كبير مقابل انها تقرأ بقية الروايات بتاعته. فبيستغرب دون ان في حد بقى عاوز يقرأ الروايات بتاعته بعد ما كان فقد الامل خلاص. ومن اللحظة دي بدأت المجلات تتقلب عليه، واكبر الجرايد بقوا عاوزين ينشروا الروايات بتاعته لدرجة انه ما كانش مصدق نفسه، والشغل زاد عليه وبقى يسهر بالليالي يكتب في روايات جديدة علشان يعجب بيها الناس. بس المشكلة انه بيكتب رواية جديدة ما بتعجبش حد، وبيضطر صاحب الجريدة اللي بيتعامل معاه انه يرفضها، وبيقول له انه مش عارف هل هو نفس الشخص اللي كتب الرواية الاولى ولا لا، لان الاتنين مختلفين تماما عن بعض، وبيتهموا انه سرقها من حد تاني. فدوم بياخد الرواية وبيروح يقدمها للست الغنية علشان تقرأها، لكنها هي كمان ما بيعجبهاش الكلام وما بترضاش تشتريها. بيتضايق دون وبيرجع للجنينة يقعد لوحده، وبيفتكر كلام صاحب الجريدة والست الغنية لما قالوا عليه انه معدل القصة بتاعته مش كاتبها بنفسه. فبيتعصب دون وبيرمي اللوم كله على الطفلة اللي قابلته قبل كده لانها عدلت على روايته القديمة لحد ما عجبت الناس، ودلوقتي مش هيعرف يشوفها تاني، يعني مفيش حد هيبص له. تاني يوم بيروح له صاحب الجريدة واللي بيبقى قلقان عليه جدا، لكنه بياخد باله من الرواية اللي كتبها جديد وساعتها بينبهر بيها. فبيطلب منه يروح معاه علشان يقابله رئيس الجريدة وينشروا روايته. فبيضطر دون انه يروح معاه، وهناك بيلاقي حفلة كبيرة جدا، وبعد ما بيخلصوا بيدخل عليه صاحب الجريدة وبيطلب منه انه ينشر الرواية بتاعته، لكن دون كان حاسس بالذنب وما بيوافقش على طلبه. ولما بيرجع للبيت بيلاقي المساعد بتاعه وراه، واللي بيعرفوا ان الرواية بتاعته هتكسر الدنيا وكفايه خالص الاسم بتاعها اللي هيجذب الناس. بيبصوا له دون وهو مش عارف ايه اللي حصل بالظبط، لكنه بيقرر يسمع كلامه وبينشر الرواية فعلا، وزي ما المساعد بتاعه توقع بيحصل بالظبط. الرواية بتسمع في كل مكان وبيكسب من وراها كتير، والصحفيين كلهم بيتكلموا عن روايته الجديدة، حتى اسمه بقى بيتنشر في كل مكان. وفي يوم وهو راجع في واحدة بتكلمه علشان تعرفوا انهم هيطبعوا نسخة جديدة وهينشروها قريب. كل ده ودون مش مصدق نفسه انه كسب الشهرة دي كلها. ولما بيوصل للبيت بتاعه بيكتشف انه مقفول بأمر من الشرطة، لكن كل ده بيطلع وهم في خياله، وهو لسه قاعد بيكتب في الرواية وما بيبقاش مصدق هو حقيقي فعلا ولا بيحلم. وبيفضل يجري لحد ما بيروح للجنينة اللي متعود يقعد فيها لوحده.
وفجأة بتظهر له الطفلة اللي شافها قبل كده مرة تانية، فبيستغرب منها وبيعرفها انه من يوم ما ظهرت له حياته اتغيرت، وحتى كان بيحلم ان رواياته تتنشر اكتر، لكن مرة واحدة اكتشف ان كل ده كان حلم، وهو مش عاوز يرجع للحالة اللي كان فيها زمان بعد ما اتعود على حياة الاغنياء والراحة. بعد ما بيخلص كلامه بتعرفه الطفلة انه ما كتبش القصص بتاعته، وانه مجرد مقتبسها من روايات لناس تانية، ولو عايز يتشهر بجد لازم يدور على اعماله الخاصة وما يعتمدش على شغل حد تاني ويسرقه مقابل انه يتشهر. وبتقوم علشان تمشي لكنه بيوقفها وبيسألها عن الروايات اللي كان كل يوم بيصحى يلاقيها على مكتبه، وبرغم ان الخط خطه لكن مش عارف مين اللي كتبها، وبيطلب منها انها تساعده، فبتعرفه ان هو الشخص الوحيد اللي يقدر يساعد نفسه لانه لسه عايش في الاحلام ولازم يصحى منها علشان يقدر يشوف الواقع الحقيقي اللي ممكن يكتب فيه روايته. وفجأة بنشوف دون وهو قاعد قدام باب بيت، وفي بنت بتخرج علشان تدخله معاها، فبيلاقي دون طفل جوه البيت بيشيله وبيفرح بيه، واخيرا لقى نفسه بعد ما كان تايه، وبيطلع كل ده كان حلم، وهو كان بيدور على نفسه جوه نفسه لحد ما بيقوم من النوم وبيلاقي الواقع بتاعه اللي كان بيحلم بيه، وبيكتب كل اللي مر بيه في الحلم وبينشر روايته، وساعتها بيتشهر جامد زي ما كان بيحلم، بس المرة دي في الحقيقة. ومع اخر مشهد في القصة بيموت دون من غير ما حد يعرف سبب موته. بنرجع احنا تاني بقى لتشارلوت وهي عايشة في قصتها مع اخواتها، وبتطلع تجري على اخوها علشان يلحق الكلب اللي بيجري ورا القطة، فبيروحوا يلاقوا الكلب مستني القطة تحت الشجرة، وبيرميله جيكوب عصاية يجري وراها وبينقذ القطة وينزلها. فبتسأله تشارلوت ليه القطط والكلاب مش عايشين مع بعض في سلام، بيقولها جيكوب ان الحيوانات ما بيعيشوش في سلام غير في القصص الخيالية وبس، فبتتمنى تشارلوت انهم يبقوا كده في الواقع كمان. ومن هنا بقى هنروح لقصتنا الجديدة يا صديقي، وبنشوف قرية بسيطة وسط الصحراء بيبقى فيها اسم شرطة صغير، لكن في بنت لسه متعينة جديد في الاسم، وبتبقى واخدة الموضوع بجد شويتين، وشجاعتها دي بتخليها تخسر وظيفتها في اول يوم تستلم فيه الشغل. بالليل بنشوف بنت تانية اسمها دونكي، وهي شغالة في حانة وفي شوية رجالة بيتهجموا عليها، لكنها بتضربهم جامد وبسبب كده بتخسر شغلها هي كمان. وتاني يوم بنكتشف ان دوغ ودونكي ومعاهم بنت كمان اسمها كات، وهم ماشيين سوا وبيحكوا ان الظروف جمعتهم في النهاية علشان يلفوا العالم سوا. في نفس الوقت اللي هم ماشيين فيه بنشوف عصابة وهي بتهجم على بنت وبتخطفها، وكمان بيطلعوها معاهم في شغل، وفي يوم بياخدوها معاهم وبيسيبوها في مكان لحد ما يرجعوا. في الوقت اللي البنات كانوا ماشيين فيه في الصحراء فبيشوفوها وبيستغربوا ان في بنت قاعدة لوحدها في الصحراء، فبتعرفهم ان عصابة وايد موجودين في المنطقة وده المقر بتاعهم، فلازم يهربوا من المكان قبل ما يمسكوهم والا هيعذبوهم. لكن البنات ما بيهمهمش كلامها وبيقرروا يدخلوا المنطقة عادي، وبنكتشف ساعتها ان في حد بيراقبهم وشايفهم وهم داخلين للقرية. بننتقل على طول لحانة في القرية، وبنشوف بنت وهي بتجري علشان تبلغ زعيم عصابة وايد ان المأمور جاي وراها، ما بتلحقش تتكلم وبتلاقي المأمور واقف جنبها اللي بيدخل يهدد وايد وبيقول له انه يبطل الشغل بتاعه علشان مسبب مشاكل للناس في المنطقة. لكن واحد من رجالة وايد بيضرب المأمور بالرصاص فبيقع على الارض، بس من حسن حظه بيكون مصاب بس، فبيروح لوايد وبيسأله عن الكلام اللي لسه قايله، لكن المأمور بيكون في وضع ما يسمحش ليه بالتهديد ده. في الوقت ده بنشوف البنات وهم ماشيين في القرية وبيحسوا ان في مشاكل في المنطقة، فبيشوفوا المأمور وهو خارج من حانة مصاب، وساعتها بيقرروا انهم هيدخلوا الحانة دي، وهناك بقى كل عصابة وايد بتكون موجودة، وعلشان المقر بتاعهم فما فيش حد يقدر عليهم. المهم بيدخلوا يقعدوا على البار وبيطلبوا اكل علشان جعانين، لكن عصابة وايد بيبداوا يضايقوهم ولانهم بنات بيبقوا عاوزينهم يمشوا معاهم. في الوقت ده واحد من العصابة بيحط ايده على كتف كات، فبتهدده دونكي انه يشيل ايده والا هتكسرها له، لكنه طبعا بيضحك عليها لانها مهما كانت بنت. وقتها دونكي بتضربه بالبوكس وتحدفه 3 4 متر لورا، فبتجمع العصابة وبيسالوهم عاوزين ايه وازاي مش خايفين وهم في منطقتهم، وبيشكوا انهم البنات اللي بيقتلوا في العصابات اللي حواليهم، لكن دوغ بتعرفهم انهم جايين ياكلوا بس وماشيين ومفيش مانع لو قتلوا حد يعني. فبيطلع وايد المسدس بتاعه وبيصوبه ناحيه دوغ وبيهددها بيه، لكنه ما بيلحقش يعمل بيه اي حاجه لانها بتقتله قبل ما بيضغط على الزناد. فالعصابه بيبداوا يخافوا منهم وبيشيلوا جثه وايد وبيهربوا. اما البنت اللي كانت مخطوفه فمبهوره باللي شافته قدامها، فبتقرر دوغ انها تدفع فلوس ثمن الحاجات اللي اتكسرت في الحانه، لكن صاحب الحانه بيقول لها انه كان نفسه انهم يمشوا من زمان من عنده، بس مش عاوز يحصل له مشاكل في المكان لانه عارف ان دي اخطر عصابه في المدينه. في نفس الوقت بنروح لبنته وهي ماشيه في الشارع وبتفتكر اليوم اللي هي اتخطفت فيه بسبب ان ابوها ما قدرش يدفع الفديه بتاعتها، وبتبقى زعلانه علشان ما قدرتش تقف ضد العصابه زي ما البنات دول عملوا، ولو كانت زيهم كان زمان حالها بقى احسن من دلوقتي. ومن يومها وهي متبهدله في كل مكان شويه وبيشغلوها في كل حته شويه علشان تجيب لهم فلوس. في الوقت ده بيجي البنت وبيوقفوها وبيسالوها رايحه على فين. في نفس الوقت كانت العصابه وصلت للزعيم بتاعهم، واللي بنعرف انه كان باعت واحد مكانه يمثل دوره على اساس ان لو حصل له حاجه يبقى هو كويس والراجل بتاعه هو اللي يموت. ولما بيعرف باللي حصل للراجل بتاعه بيتضايق جدا وبيقرر يدور على البنات اللي قتلوه. بنرجع تاني احنا بقى للبنات وهم واقفين يتكلموا مع البنت وبيقرروا يضموها ليهم في الفريق علشان تبقى قويه. على الناحيه التانيه وايد بياخد رجالته وبيرجع للقريه علشان ينتقم من البنات دول على اللي عملوه، وخاصه انه لو سابهم عصابته اسمهم
وزنهم هيقل وسط العصابات. اما البنات فبيقرروا انهم يرجعوا للحانه اللي حصلت فيها المشاكل، لانهم عارفين ان العصابه هترجع وهتقتل كل اللي هيقابلها، وهم لازم يبقوا موجودين علشان يدافعوا عن الناس. وفعلا بيحصل زي ما توقعوا، والعصابه بتبدا تقتل في اي حد في طريقها طول ما هم راجعين على القريه، لحد ما بيوصلوا للحانه وبيسالوا صاحبها عن البنات، فبيكذب عليهم وبيقول لهم انهم مشيوا، لكن ما بيلحقوش يكملوا كلامهم، وفجاه بيبدا البنات يقتلوا فيهم واحد ورا التاني، وبتبدا معركه شرسه بين العصابه والبنات، حتى بيدمروا الحانه خالص. فبتهجم دوغ على وايد علشان تضربه، لكنه بيقدر يدافع عن نفسه وبيديها رجل بيهبدها بيها في الحيطه، وساعتها بيرمي مسدس للبنت اللي كانت معاه وبيطلب منها تنتقم له، وهو هينسى انه سابته وانضمت ليهم. فبتبص البنت للمسدس وهي مش عارفه تعمل ايه، بتمسك المسدس وبتصوبه ناحيه وايد، فبيعرف انه خلاص البنت ما بقتش معاه، وبيقدر يتفادى الرصاصه بتاعتها. ووقت ما كان هيهجم عليها بتظهر دوغ وبتفضل تضرب فيه لحد ما بتجرحه، في نفس الوقت اللي كان بقيه البنات بيقتلوا فيه عصابته لحد ما بيخلصوا عليهم كلهم. لكن المكان بيبدا يتنشر فيه الغاز وخلاص هينفجر، فبيطلعوا كلهم بره. اما دوغ فبتطلب من وايد انه يواجهها في الساحه علشان يشوفوا مين فيهم اللي هيقدر على التاني وينهوا الموضوع اللي كان بينهم. وبرغم ان كل واحد فيهم بيطلع مسدسه وصوابه على التاني، الا ان دوغ بتحب تقتله بالسكينه لانها ما بتحبش المسدسات، وبتنهي اسطوره الشر اللي كانت العصابه عاملاها في القريه. بيتنشر الخير في القريه كلها والناس بيبقوا مبسوطين علشان هيعيشوا في امان وسلام. اما الحانه فبترجع تشتغل من تاني، بس المره دي من غير سهق لانه انفجر في الحريقه لو تفتكروا، وبيضطر البنات انهم يشتغلوا في الحانه علشان يعوضوا صاحبها عن اللي عملوه فيها، وبيبقوا فرحانين جدا لانهم لقوا مكان جديد يعيشوا فيه. بتنتهي قصتنا دي كمان، وبنرجع لواقعنا مع تشارلوت علشان نشوف هتحكي لنا قصه ايه مره تانية. بنشوفها وهي بتسال اخوها عن الروايه الجديده بتاعته، واللي بتكون عباره عن عصابه بيسرقوا الاطفال، بس مش عارفه ايه اللي بيحصل للاطفال في النهايه. وعلشان كده يا صديقي هاخدك معانا لزمن القصه. بنشوف بنت اسمها هيلين وهي واقفه قدام بيت على الجبل، وتاني يوم بنروح لمدرسه الاطفال بيتعلموا فيها، لكن في وسط الاطفال دول بيبقى في بنت اسمها ماريا، بتكون مختلفه عن الباقيين لانها عايشه دايما في خيالها، بتحب المطر وبتقول عليه انه بيغسل الناس من الشر اللي جواهم. فبيسالها المعلم سؤال في الحساب، فهي بترد عليه بكل سهوله، وبرغم انها لسه طفله الا انها بيبان عليها انها اشطر واحده في الفصل. بيكون فاضل نص شهر بس وماريا تسيب المدرسه، لان اي طفل في المدرسه بيتخرج في السن ده، لكن المعلم بيكون قلقان عليها لانها لسه ما اتعلمتش كويس ولسه ناقصها حاجات كتير. فبيطلب منها انها تروح له المكتب بعد ما يخلصوا الحصه علشان يديها درس مخصوص ويقول لها فيه كل حاجه. وبالليل بنشوف المعلم وهو قاعد يكتب في اليوميات بتاعته وبيحكي فيها عن ماريا، اللي بيبان انه بيخاف عليها جدا لانها بتتعامل بكل براءه، مش عارفه ايه اللي ممكن يحصل لها اول ما تخرج للعالم الخارجي، وخاصه انها في يوم من الايام هتتجوز واحد عادي، وده موقف هو مش بيقدر يتخيله لانها بنت مش عاديه وما تلاقيش بيها الحياه العاديه. على الناحيه التانيه بنشوف ماريا وهي قاعده مع عيلتها، وبتؤمر جدتها انها تتخرج من المدرسه لانها لقت لها عريس اسمه لوكاس، وده بيصدم ابوها وامها جدا لانهم عارفين ان لوكاس ده شخص همجي وممكن يأذي ماريا جدا. بيبقوا خايفين عليها ورافضين الموضوع، لكن بيبقى باين ان الجده هي اللي مسيطره وهي اللي بتؤمر وتنهي في البيت. بنعرف ساعتها ان الجده كانت بتجهز ماريا طول السنين اللي فاتت علشان تتولى مسؤوليه القريه من بعدها، لان الجده تبقى الزعيمه والكل بيسمع كلامها ومحدش بيقدر يعصيه. فهي كانت عاوزه ماريا تطلع زيها وتتعلم الحساب والرياضه علشان تفيد الناس في الزراعه وتعرف مواعيد الزراعه اللي يقدروا يزرعوا فيها. وكل ده ما كانش عاجب المعلم بتاعها، وكان قاعد في البيت قلقان عليها. وفجاه بيخبط الباب فبيفتكر ان ماريا هي اللي جايه له، فبيقوم جري يفتح الباب بس بيكتشف انها هيلين، لكنه ما بيكونش عارف هي مين لحد دلوقتي، وبيفتكرها عابر سبيل. فبيقول لها ان ما معهوش حاجه يديها لها وبيطلب منها تخرج، لكنها بتعرفه انها مش متسوله ولا حاجه، وان كل اللي هي عاوزاه مكان تبات فيه ومقابل كده هي هتدفع له. فبيتريق عليها وبيقول لها ان مفيش متسوله تقدر تدفع فلوس، لكن هيلين بتطلع له كتاب وبتديهوله. اول ما بيفتحه بيشوف فيه صوره اتنين بيحبوا بعض، فبيخاف وبيرمي لها الكتاب. وبيطلع المعلم ما بيحبش القصص اللي زي دي لانه شايفها فجور وقله تربيه. فبتعرفه هيلين ان الحب مش قله تربيه وان مفيش حد بيقدر يسيطر على قلبه، لكن المعلم بيزعق لها وبيطردها من البيت. فهي ما بتلاقيش حل غير انها تسمع الكلام وبتسيب له البيت وبتمشي. بيخرج المعلم وبيبص عليها وبيفضل واقف طول الليل. والتاني يوم بيجوا الطلاب علشان الحصه، بس ماريا بتكون جايبه لوكاس معاها. اول ما المعلم بيشوفه بيتضايق جدا وبيفكر انه بيضايقها وماشي معاها غصب عنها، وبيوعدها انه هيبلغ اهلها علشان يقفوا قدامه. في نفس الوقت كانت الجده في البيت، والاطفال بيروحوا يبلغوها الرساله بتاعه المعلم اللي كان في نفس الوقت قاعد يتكلم مع ماريا، وبيعرفها انه ما ينفعش تمشي مع راجل غريب لوحدهم لان الزعيمه بترفض الكلام ده. فبتعرفوا ماريا انها تتجوز من لوكاس، وده اللي جدتها قالته لها. بيستغرب من كلامها وبيعرفها انها لسه صغيره، لكن بتقول له ان كل الاطفال اللي في القريه اتجوزوا في نفس السن، وكل الحكمه من جوازها انها تخلف الزعيمه الجديده، وده القوانين من ايام الزعيمه القديمه ومحدش بيقدر يغيرها. لكن المعلم ما بيكونش قابل للموضوع، وبيعرفها ان الجواز حاجه مقدسه ما ينفعش يتعمل بالطريقه دي، وبيديلها الكتاب اللي هيلين ادته لها بالليل. فهي اول ما بتفتحه بتنبهر من اللي فيه
وبيعجبها الكلام اللي مكتوب. بينصدم المعلم لما بيلاقي الموضوع عادي بالنسبه لها لانه معتبر الحاجات اللي زي دي قله ادب، لكنه بيبدا يشرح لها القصص اللي فيه وبيقول لها انه بيتكلم عن العشاق اللي قرروا يضحوا بكل حاجه في حياتهم مقابل انهم يعيشوا سوا. وبيبدا يحس بانجذاب ناحيتها وكان هيلمسها، بس على طول بيرجع في كلامه وبينزل ايده. بترجع ماريا على البيت وبتشوف جدتها واقفه مع امها، فبتسالها عن الدرس الجديد اللي المعلم اداهولها. بتحكي لها ماريا عن كل حاجه، فالجده بتتضايق، بتقول لها ان الكلام الحلو ما بياكلش عيش وانها لازم تدور على مصلحتها. على الناحيه التانيه كان المعلم واقف يلوم نفسه انه خلى ماريا تقرا الكتاب، وخاصه انه ما عادش قادر يسيطر على نفسه من ناحيتها، وبيقرر يحرق الكتاب لكنه بيرجع في كلامه على اخر لحظه وما بيقدرش يعمل كده. في نفس الوقت كانت عيله ماريا متجمعين على الاكل، وكان معاهم لوكاس اللي بيضحك طول الوقت ومش حاسس بنفسه، حتى مستغل قوته الكبيره وجسمه المليان عضلات علشان بس يضحكهم. المهم الجده بتبدا تتكلم عن اللي هيورث مكانها بعد ما تموت، وبتقول لهم ان ماريا هي احق واحده دلوقتي لانها جاهزه تتجوز. وبتسال ماريا عن رايها في لوكاس. في البدايه بتشتمه وبتقول عليه همجي، لكن بتوافق على الجواز منه بحجه انه انسب واحد ليها. تاني يوم ما بتروحش ماريا المدرسه وكل الاطفال بيتكلموا عن جوازها، وده بيخلي المعلم يتعصب ويزعق لهم علشان يسكتوا، وبيبقى باين عليه الزعل جامد لانه تقريبا كده كان بيحب ماريا. بس فجاه بتدخل عليهم ماريا، فبيبدا المعلم مزاجه يتعدل من تاني، فبتطلب منه انه يعلمها درس جديد بعد المدرسه. بياخدها المعلم معاه لاوضته وبيمسك ايديها وبيديها الكتاب اللي معاه. بتبقى ماريا مبهوره بكل الصور اللي فيه، وبتساله كمان هو جايبه منين. بيبدا المعلم يقرب منها اكتر وبيعرفها انه واخده من متسوله ماشيه في طريق، فبتفرح ماريا وبتساله عن مكانها، وبتقرر انها تدور عليها في كل مكان. في نفس الوقت بنكتشف ان المعلم حابس المتسوله في البيت علشان يستفاد منها، وبيفضل يسالها عن اللي يعمله مع ماريا علشان تعجب بيه، وبيطلع مخبيها عنده علشان تساعده يوقع ماريا في حبه مش اكتر. ساعتها ماريا بتعرض عليه انهم يتجوزوا مقابل انه يخليها تشوف المتسوله، فبيبدا المعلم يقرب من ماريا اكتر، ولاول مره بيحس الاحساس ده. ولما بيقضي معاها الليله بياخدها معاه للمخزن علشان يوريها المتسوله. بيكتشف انها هربت، فبتفكروا ماريا ضحك عليها، وبتقرر تحبسه هو في المخزن وبتسيبه، بس ما بترضاش ترجع للبيت مره تانية، وده بيخليها تهرب تدور على متسوله في الغابه. فبيطلع المعلم ينادى على عائله ماريا علشان يلحقوا بنتهم اللي كانت ماشيه ورا المتسوله بسبب عزفها على الناي، وبتطلع بتقدم سحر عن طريق العزف. بيوصل المعلم وبيشوف ماريا وهي واقفه على الجبل مسحوره ومش حاسه باي حاجه حواليها، لحد ما مره واحده بتختفي وبيتغير شكلها. وبنكتشف ان كل ده ماريا كانت بتحكي قصتها لبنت صغيره في المدرسه، وتقريبا ناويه تعمل فيها زي ما اتعمل من هيلين. ولغايه هنا بينتهي الانمي بتاعنا يا صديقي. لو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك، وسلام.